مشهد معانا دلوقتي لمسيرة الألتراس الأهلاوي. اكبس يا شريف سنة كده بس خلي بالك من الناس. هما دلوقتي فوق كوبري 6 أكتوبر ومتجهين لدار القضاء العالي، مجموعة من مسيرة الألتراس الأهلاوي. طبعا العدد أكبر من العدد اللي بيظهر معانا دلوقتي. المطالب هي الإفراج عن عدد من زملائهم اللي تم القبض عليهم في مطار القاهرة أثناء استقبالهم لفريق كرة اليد اللي كان قادم من المغرب. عددهم 19 شخص وتم ترحيلهم إلى سجن ترى، ومطالب المسيرة أن يتم الإفراج عن ال 19 شخص المنتمين للألتراس أهلاوي. عدد من القوى الثورية والشبابية أعلنت عن انضمامها إلى مسيرة الألتراس. معانا دلوقتي مراسلنا محمد عبيد من مسيرة ألتراس أهلاوي. محمد، اوصف لنا المشهد يعني بشكل أكثر تفصيلا. الوضع دلوقتي في الشارع إيه؟ حجم المسيرة زاد قد إيه؟ نستطيع أن نلمس الصورة الآن التي ننقلها مباشرة على الهواء. نستطيع أن نلمس عدد المتزايد للتظاهرات، وصلوا يعني ما يقرب من 5000 من مشجعي النادي الأهلي، يتجهون الآن إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين ال 19 زملائهم. يرددون هتافات شمال يمين، خرجوا المحبوسين للمطالبة بإخراجهم. يقولون أيضا أن الألتراس ليس بمجرمين وأنهم لم يرتكبوا أي جرم من أجل حبسهم. نستطيع أن نرى بأعيننا أيضا تجديدات أمنية في محيط دار القضاء العالي. فرضتها كردونات أمنية، الشرطة قامت بفرض كردونات أمنية لمنع أعضاء الألتراس للاتجاه أو لممارسة أي أعمال شغب أو ممارسة عنف ضد من يؤمنون دار القضاء العالي. تتعامل هتافات نستطيع أن نسمعها مباشرة من الألتراس. يبدو أن هناك تحديا كبيرا هذه المرة لنقل مطالبهم على الملأ للجميع للنيابة العامة، ويقولون أن التهم التي وجهت إلى زملائهم ليست بالتهم الحقيقية وأنها منسقة. وأيضا يقولون أنهم إذا أرادت أن تثبت النيابة ذلك فعليها أن ترجع إلى كاميرات المطار، أنهم لم يحملون شماريخ، لم يحملون خرطوش، جاءوا فقط استقبال فريقهم ليوصلوا ايضا دعمهم لهذا الفريق الذي فاز في المغرب، فريق النادي الاهلي كرة اليد. اليك ريهام.